كوريا، ايه؟ ما كفايه بلح بقى يا كوريا، سبسبهولها عشان تطلع حلوه في صوره المدرسه. يو امال يا وليه بتقولها لي كده كاني ما اعرفش اعمل الا بلح؟ طب ايه رايك بقى اعمله لها كله بلح عشان تلم لسانك ده؟ روحي اقعدي هناك، هاتي راسك يا بت. صباح الخير. قول مساء الخير. الساعه بقت 2 الظهر وانت بقالك يومين لا بتصحى ولا بتنزل تفتح العربيه. انا جالي استدعاء من النيابه. يا نسبتي ليه ما عملت ايه؟ هكون عملت ايه يعني؟ ما انا على حطة ايدك يا كوريا، لا رحت ولا جيت. بس لسه مصاحب لي العيال الساعه طعمه زبالته. مصاحبهم تقوم النيابه عاوزاني؟ ما تعوزهم هم. طب وبعد بقول لك ايه يا حبيبتي، يلا حبيبتي حلوه كده عشان نبقى سابنا البلد نصين بين انا وامك. يلا حاسبيها شيماء. وايه اللي حلو كده؟ وبعدين كبدايك هتعمل ايه؟ هعمل عبيط ولا كاني شفت حاجه، انا بس عايز ارسى على اساس الحوار ده عشان انا مش مستريح يا كوريا. انا لو فضلت عايشه بالطريقه دي اخرتي هتبقى في مستشفى المجانين مش في السجن. انا هفضل هربانه لحد امتى؟ هفضل عايشه جوه جمالات دي قد ايه؟ انت مش متخيل يا بابي الناس اللي انا عايشه معاهم عاملين ازاي، مش متخيل بيتصرفوا ازاي. انا خلاص مش قادره اكمل، انا تعبت. ليه بس كده يا ست هايدي؟ طب والله يا ابو طالب بيه، والله الناس هناك في بطن البقره بيعشقوا وبيحبوا ست هايدي دي، وخصوصا بعد ما فتحت المحل بتاعها، عاملين لها هناك الرئيسه. يا هايدي يا حبيبتي، ما تضيعيش نفسك في لحظه خنقه. انت بجد قدرتي تكوني قويه، عارفه يعني ايه انك تعرفي تستحملي وتعيشي في المكان اللي انت رحتيه ده، وتعرفي تقفي على رجليكي من تاني الحمد لله، وفي ظل كل الظروف دي فتحتي مشروع طول عمرك بتحلمي بيه او شبهه كمان. ليه دلوقتي عايزه تخسري كل حاجه؟ هخسره عشان ده مش بتاعي، ده بتاع جمالات اللي انا مش طايقاها ولا قادره استحملها. انا خلاص عايزه ارجع هايدي بقى. غلط يا حبيبتي، غلط يا هايدي، انت لو رحت السجن مش هتستحمليه. لا هستحمل، ده عندي اهون مليون مره من ان انا اتخمن الناس بحبها ووثقت فيها. كمان حكايه نادر دي انا مش قادر اصدقها. نادر ده ضحيه زي هايدي بالظبط، بس كل واحد بيتحمل حسب طاقته. انا فكرت زي ما بتفكر بالظبط يا ابو طالب بيه في الموضوع ده. انا مش عارف هتفضل تدافع عنه لحد امتى؟ ما هي كل حاجه واضحه زي الشمس، ده كل حاجه واضحه اكتر من الشمس. اكيد في حاجه احنا مش فاهمينها، بس انا هفضل وراها لحد ما افهمها. يلا حبيبتي، يلا قومي كده وروحي مع شكري بطن البقره، وخليكي جدعه، خليكي قويه. حتى لو قعدتي سنتين جمالات احسن ما تترمي في السجن وناس تانية تتمتع بفلوسك. ايه ده؟ انت مستني حد؟ انا لا مش اطلع يا حبيبتي، اطلع اوضتك، اطلع اوضتك. انا مش مستني حد. السلام عليكم. ابو طالب بيه موجود؟ كنت عارفة انك هتيجي تاني، بس بصراحة ما تخيلتش انك هترجع بالسرعة دي. فاجئتني. انا بقى مش متفاجئ، لاني رجعت بس مش زي الاول يا ساره. دلوقتي انا عارف انا عايز ايه اكتر من الاول بكتير قوي. ساره، انا محتاج بنت زيك في حياتي. زيي؟ ساره، انا مش عايز ابقى لوحدي، وفي نفس الوقت مش عايز ابقى مع حد. نفسي جدا اخش في علاقه، بس من غير ما اكون مرتبط. تقدري تقولي كده عايز اخرج من الحاله اللي انا فيها دي، بس من غير ما اخش في حاله جديده. وانت شايف بقى ان انا احقق لك ده؟ جدا. ساره، تعرفي ان احنا شبه بعض جدا في المرحله دي. انتي بنت مش زي اي بنت انا قابلتها في حياتي قبل كده. مش بتفكري بطريقه تقليديه، بيت، جواز، مسؤوليات. ما اعتقدش انك هتاذي اللي معاكي، بشرط انه ما يأذيكيش. انا شايف ان دي ممكن تكون علاقه فير جدا، واضحه وما فيهاش اي غموض. اوكي، انا موافقة، بس بشرط. شرط ايه؟ ما تديش لنفسك حقوق انا ما اديتهالكش، وما تطلبش مني حاجة انا ما طلبتهاش منك. اوكي؟ قصدك اصحابك الولاد؟ خالص. انا ما بحبش التعدد، ما بعرفش اكون مع راجلين في نفس الوقت. بس انا بتاعتي انا، مش بتاعتك ولا بتاعت اي حد تاني. وقت ما بحب امشي بمشي. مش قلتلك ان انا عمري في حياتي ما شفت حد زيك؟ بقول لك ايه، انا كنت مسافره الغردقه بكره مع اصحابي، بس بما انك ظهرت انا ممكن اكنسلهم واطلع انا وانت شرم الشيخ. بصراحه محتاجه اغير جو قوي. ايه رايك؟ اكسلنت ايديا. يلا بقى روح حضر شنطتك وتعالى اركن عربيتك بره نطلع بعربيتي.
يلا قوم يا ولا. واد يا سوكه اصحى يا واد، قوم اصحى على رزقك يا ولا. يا ولا قوم يا ولا. يا ولا كلاب السكك ماشيه ساعيه على رزقها من الفجريه يا واد، وانت نايمني مفشخ زي النسوان والولايه. قوم قوم لحسن وكتاب الله والنبي ومن نبى النبي ان ما قمت يا سوكه لكون كرشاك بره بيتي. ياما في ايه ياما بس؟ هو انا عشان بحبك ياما بتذليني كده ليه ياما؟ ارمي نفسي في الشباك ياما واموت نفسي؟ في ايه ياما؟ وانا مش ابنك ياما ولا ايه؟ مالك ياما في ياما؟ انت ما بتحبنيش ليه ياما؟ ومصعب انا بحبك. ومن الاخر بقى ياما انا معايا فلوس الفرح وفلوس افتتاح المحل. فرح وافتتاح المحل؟ ما طبعا لازم يبقى معاك فلوس الفرح وافتتاح المحل في جيبك ومخزنهم علشان خاطر قاعد على قفايا واكل شارب نايم ما بتدفعليش ميلم واحد. يا اخويا بقول لك ايه يا ولا، وكتاب الله وكتاب الله ان ما قمت دلوقتي وفزيت ولبست وسعيت على رزقك لكون مقطعك حتت. قوم يا ولا شوف لك شغلانه عدله يا ولا. ياما عدلت ياما؟ انت بتكلمي نجار مسلح ياما؟ في ايه ياما؟ ده بس ده انا بحبك وعاوزه مصلحتك. اسمع ما اقول لك، الواد ابراهيم كبداكي بقاله كام يوم كده هوت بيخرج في نصاص الليالي ويرجع وش الفجريه ولابس حاجات كده غريبه وقافل عربيه الكبده. انا مش فاهمه ايه الحكايه بالظبط. انا عايزاك بقى تخش تحت باطه كده هو وتقصقص ايه الحكايه وتعرف وتاخد منه العربيه تشتغل عليها بدل ما هي مقفوله. بس ياما لو انا خدت منه العربيه ابراهيم هيشتغل ايه؟ بقول لك ياما انا لا ليا في الكبده ولا في السجق ولا في الفلفل. ابنك بعون الله فنان يا اخي فنوا عليك ساعه وانفضوا يا اخي. فنان ده ايه؟ بقول لك ايه من الاخر كده، انا مش هرجع واسكت الا لما تتقصقص من الواد ابراهيم على موضوع الكبده ده ايه. وترجع لي وانت شغال على العربيه. فن ايه يا اخويا ومغنى ايه؟ انت غنيت كم مره في حياتك يا ولا؟ مش هم 5 مرات يا ولا اللي غنيت فيهم وعامل لي فيها عبد الحمولي؟ طب ممكن اقول لك حاجه؟ قول. خلاص مش قايل. قول يا ولا. بقول لك ياما لو ربنا كرمني يعني وخدت عربيه ابراهيم واشتغلت عليها تيجي معايا لأبلة هاجر تخطبها لي؟ يا دي هاجر وسنين هاجر واللي خلفه هاجر واللي حطوا بذره هاجر. ماشي يا سوكا، روح اشتغل الاول وبعدين ربنا يحلها بعد كده. حبيبي ده انت نور عيني يا ولا يخرب بيت عقلك. يعني ايه انت تاخد ال3/4 وانا اخد الربع بس؟ مش انا اللي اتحبست واتمرمطت واتبهدلت وانت قاعد هنا بقى عامل لي حفله وسهران ولا على بالك باي حاجه خالص؟ هو كده يا حياتي. يعني ايه هو كده؟ اقعدي بس اقعدي وانا فاهمك. بص يا روحي، في ناس بيبقى عندها مخ وهي اللي بتخطط، وعادة دول بيبقى ليهم من أي عملية 90%. وفي ناس تانية بيبقوا بهايم ما عندهمش مخ، ودول بس بيبقوا بينفذوا، ودول عادة بيبقى نسبتهم 10%. وانت عشان خاطر روحي وحياتي قلت يبقى لك 25%، يعني انت ليك الربع. أنا غلطان؟ لا. لا يا حبيبي يفتح الله، انا عاوزه النص، يا اما هنزل وابلغ البوليس بالحكايه كلها. أنا في السليم، أنا 100. الله، بس شفتي أنا صح، أنت شكلك من بتوع 10%. Yes. Hello, Mr. Marwan. I have 2 news for you. One is good and one is bad. Did you get it? Yes, we found one identical to the one you have. It's with the Italian broker. He bought it from an ex-prime minister. What's the bad news? The bad news that he wants 2.5 million euro for it, which means 1.5 million euro more than the one you bought. It's too much. But it's okay. Buy it. So you want me to buy it, okay? We'll buy it right away. At your service all the time. Thank you. Thank you, Mr. Andrew. Goodbye. انت بتعمل ايه من ورايا؟ شغل يا حياتي. بقول لك ايه، سيبك بقى من الخرط اللي احنا عمالين نقوله ده، وعايزك تخش جوه دلوقتي تاخدي لك دش سخن وتروقي الدماغ كده وتلبسي فستان متدلع اخر قلاجه، عشان خاطر في راجل خليجي مليونير جاي يقعد معايا والقعده دي تهمني. يبقى انا النص وانت النص. خلاص بقى، خلاص خلصنا الموضوع ده خالص. نصيبي ونصيبك مع بعض، ولو احتجتي حاجه بقولي لي. يلا بقى حبيبي بقى، ظبط ورق العنب، انصرف ولا انت بقى ولا حياتي. بتتكلمي في ايه بس؟ الله، ما انا فلوسي. ده انا امي دايما بتقول لي اللي في ايدك يا ابني دايما مش ليك. الله. بص بقى يا سعاده الباشا، الواد نادر ده واد وسخ. هو كان مش خطيب بنتي، انما عيل زباله. اكلمه بالتليفون واقول له ان انا معايا اوراق مهمه هتفيد الست هايتي في القضيه وتديني 5 مليون جنيه، يقوم يجيني البيت ويهددني انه هيحبسني. خلص. وبعدين
ده ما اهتمش حتى يعرف الاوراق دي فيها ايه. ده ما استعنفوش من الاساس. يعني لو كان اداني حتى 100,000 جنيه كنت قلت له الاوراق دي ايه. يعني نادر مش متفق معاه؟ انت يا جدع انت جاي هنا عاوز ايه؟ هو لا مؤاخذه مش حضراتكم ناس بهوات ومتعلمين؟ انا جاي بقى لاصحاب الشأن، ومش سعادتك برضو يهمك مصلحه بنتك؟ انا هدي لك 1000 جنيه وتقول لي الورقه فيها ايه. 1000 جنيه يا باشا؟ انت هتستهبل؟ انت شايفني جاي لك ومسقط المنطلون؟ سيبك من ال1000 وال100,000، ركز في ال5 مليون وما تبقاش معفن. 100,000 جنيه ما يقلوش شلن. عاجبك عاجبك، مش عاجبك خلي بنتك هربانه لحد ما تتحكش وتترمي في السجن رمية الكلاب. الكلاب تنهش في جتتك امال. اقعد كويس امال واعرف قاعد قدام مين. خلاص جهز الورقه وانا هطلع اجيب لك الفلوس. فلوس ايه دي يا بابي اللي هتديها له؟ انت مش هتاخد ولا مليم. انتوا ايه حيوانات؟ مش مكفيك اللي عملته بنتك فينا؟ عايز ايه انت كمان؟ وبعدين انت ازاي تكلم بابي بالاسلوب ده؟ انت نسيت انت مين وبتكلم مين؟ الله الله الله، ده حلوت قوي. هيدي هانم كمان هنا. انا بقى عايز 5 مليون جنيه والا هبلغ البوليس.